السلام عليكم، معكم ام يوسف. لو اول مره تشوفيني ادخلي اعملي اشتراك وفعلي زر الجرس عشان كل ما انزل فيديو يوصلك. لو زهقتي من طريقه عمل الفراخ التقليديه تعالي اقولك على طريقه جميله جدا هتعجبك قوي. هنجيب الفراخ بتاعتنا وهنغسلها كويس جدا ونقطعها قطع صغيره، وهنحطها في التتبيله عباره عن زبادي ومعلقه عسل اسود وعصير ليمونه وخل وبهارات مشكله. وهنجيب بطاطس هنقطعها حلقات، وكمان طماطم وبصل، ولو عندك فلفل اخضر، ولو عندك كزبرة وبقدونس. كل ده هيخلي الخلطة جميلة جدا. اول حاجة هجيب الطماطم وهرصها في الحلة زي ما انت شايفة كده، وعليها كمان حلقات البطاطس بالشكل ده. وهرش على كل طبقة من الطبقات دي رشة ملح صغيرة. نسيت اقول لكم ان انا حاطة في التتبيلة دي ملح، وكمان معلقة كاتشب او صلصة او اي حاجة متوفرة عندك. وهنسيب الفراخ بتاعتنا جوه الخلطة دي لمدة ساعة او ساعتين على قد ما تقدري سيبيها. لو انت مستعجلة قوي ممكن تستخدميها على طول عادي جدا. وهغطي الحلة بتاعتي كويس جدا واحطها على نار هادية خالص تستوي على مهلها. وهروح بقى اعمل الرز بتاعي. هجيب رز بسمتي اي نوع انت تحبيه، وهغسله كويس جدا طبعا لان الرز البسمتي بيبقى ليه ريحة كده مش لطيفة. عشان هبدأ اسويه بالطريقة اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي. في حلة على النار هحط فيها شوية زيت، واول ما يسخن هنزل عليهم ببصلة متقطعة مكعبات صغيرة، وهحط عليها قرفة وورق لورا وحبهان وجنزبيل، اي بهارات عندك تكون حصى مش مفرومة. وهقلب البصلة. اول ما تبدأ تاخد اللون الاصفر الفاتح الجميل هنزل عليها بالرز، وهديه كام تقليبة وكام تشويحة كده، وهنزل عليهم بمية سخنة. وطبعا هحط ملح وهحط كركم علشان يبقى لونه اصفر جميل. لو انت عندك لون زعفران حطي، ما عندكيش حطي كركم بيأدي نفس الغرض. الفراخ بتاعتي خلاص استوت تقريبا، بتاخد ساعة على النار. هبدأ اخرج الفراخ في طاسة على جنب. لو انت حابة تاكليها كده عادي جدا، هي اصلا بتبقى جميلة واخدة من طعم الصوص اللي جواها. بس انا عن نفسي بحب احمرها في الفرن، بحبها تاخد اللون الاحمر الجميل اللي هوريهولكوا دلوقتي في الفيديو. هحطها في الطاسة وهدخلها الفرن عشان تحمر زي ما قلت لكم. وهبص على الرز بتاعي الجميل بعد ما استوى. ادي الرز ما شاء الله عليه اصفر وجميل وزي الفل ومفلفل ما فيهوش اي حاجة. جربي بقى الطريقة دي وان شاء الله هتعجبك جدا وهتدعيلي. وقولولي في التعليقات جربتوها ولا لا وعجبتكم ولا لا. بجد أكلة جميلة جدا، جنبها شوية سلطة، جنبها شوية مخلل، جنبها كوباية عصير ليمون متلجة زي اللي أنا هعملها دي دلوقتي. وادعولي. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان كل ما انزل فيديو يوصلك اشعار بيه. اشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامة.